يسمون مدينة بغداد مدينة الرشيد. يا مسلمين، هاي سب لأهل بغداد، هذا شتم لأهل بغداد. رشيد كان رجل مثل صدام، هارون العباسي رجل سفاك، دكتاتور، رقاص، خمار. بأي دليل بغداد يا مدينة الرشيد؟ ليش؟ بغداد مدفون فيه سيدنا ومولانا الإمام الهمام موسى بن جعفر باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. بغداد دفن فيها إمامنا وسيدنا أبو جعفر الثاني محمد بن علي التقي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. بغداد يا مدينة الجوادين، بغداد يا مدينة ابناء رسول الله. ليش ننسب بغداد إلى السفاك الخمار القمار صاحب مجالس ألف ليل وليلة؟ ليش عقولنا ما تشتغل؟ ما أدري. إذا احكي على بعض يقول لك صحابة، يا عمي هارون ما كان صحابي، هارون رجل خمار. ليش ماكو شجاعة واحد يقول على المنابر؟ ليش بغداد يا مدينة الرشيد؟ من يوم اللي سموا بغداد مدينة الرشيد نزل البلاء على بغداد وأهل بغداد، ما شافوا خير. ارجعوا إلى آل بيت رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام. سجون الرشيد كانت مليانة بالخمور، كانت مليانة بالأبرياء، ومجالس الرشيد معروفة. اقروا كتاب ألف ليل وليلة، شوفوا الفضايح. منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج الدم. ليس الرشيد كموسى ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. يا للرجال، أما لله منتقم من الطغاة، أما لله منتصر من الطغاة، وما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم.